بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك وتعالوا معانا كده نشوف عملنا اوردر النهارده يا جماعة رحالي باللبن. اللهم صل على حضرة النبي، اجعله بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منها. طبعا أم بتقول لكم صباح العسل وصباح الفل وصباح الياسمين على أحلى متابعين يوميات سور في الريف. أم بتشكركم جدا جدا يا حبايبي، وبتقول والله بتقول يا سور اشكريهم. أي فيديو بنزله يا جماعة بتقول له اشكريهم. طبعا انطلب مننا الاوردر ده النهارده. هو المفروض يا جماعه يتعمل بلبن رايب على فكره، بس اللي كانت طالباه مستعجله، يعني مش نهضه كمان اللي انا اجيب لبن واروبه والكلام ده. قالت لا انا مسافره النهارده يسرب يعني عشان خاطري اعملي لي النهارده رحالي. قلت لها خلاص ماشي. اللهم صل على حضره النبي. طبعا هي جبت الدقيق. قلت لها هات الدقيق، وقالت هاتي لي لبن يا سوير. جبنا لبن وجبنا سمنه وجبت خميره ورشه ملح. طبعا الرحاله عامه يا جماعه هو بتعجن بكده بس. طبعا عايزين، في ناس بتحط فانيليا، بكون فانيليا كده اي حاجه يعني ايه تدي ريحه بس مش اكتر، بس احنا بصراحه ما حطيناش. يعني في ناس بتحط فانيليا بس احنا ما حطيناش. حطينا بس الخميره والملح واللبن والسمنه بس. يعني انا رحت عند ناس بيقولوا يا سور بنحط فانيليا، قلت لا احنا ما بنحطش فانيليا خالص. عامه الرحاله اصلا ما بتحطش عليه فانيليا، بس كل واحد بقى ده اختياره، كل واحد براحته عامه يعني. اللي طلبته مستعجل النهارده. انا قلت لها لازم لبن رايب، قالت لا انا عايزاه يا سور على طول، مش هنهض اللي انتوا تجيبوا لبن رايب وتروبوا والكلام ده. رحت اللي جبت لها اللبن، وطبعا غليته برضو يا جماعه، ما تعجنش كده على طول، غليته. وجبت بقى كليته كده لمي، وقعدت بقى امي مع نفسها كده تلت العجين لته كويسه. وايه، وربنا يوصلها بالسلام. هي كانت مسافره النهارده مستعجله، يا جات يا ساره انا مش كان في دماغي اصلا ان انا اخد رحالي معايا. ليه؟ عملنا لها جرس قبلها بيوم، وتاني يوم قامت طالبه لكم رحالي. يعني ده في يوم وده في يوم. قلت لها انت مش كنت بتقولي الا انت كفايه الجرس؟ قالت لا انا عايزه رحالي. هي كنا عاملين لها رحالي قبل كده وهي هنا، وعجبها الرحالي اللي احنا عاملينه لها. اللهم صل على حضره النبي. شفتوا اهو لته معتبره كده بقى، وامها هتسيبه برضو اللي هو يترفع، وهقعد انا وهي بقى ايه نخبز مع نفسنا كده. بصراحه كان نفسي ومنع عينيا يا جماعه العيش يتخبز في الفرن الجش. بصراحه يعني الرحالة دي لو راح الفرن الجش الفلاح البلد هيبقى طعم روح تحفه، تحفه وجميل. بس احنا خبزنا كده ايه في الفرن الغاز ده هنا. احنا بنخبز لنا عامه، او اي حد عايز يخبز في اي الفرن الجش بنخبز فيه يا جماعه. بس طبعا احنا خبزنا بقى اليومين دول في الفرن ده عشان الدنيا بتمطر وكده، ما ينفعش ان احنا ننزل تحت. اللهم صل على حضره النبي. شو عامل ازاي؟ قعدت كده بقى، انا كنت بقول لما سوي انتي، قالت لا سوي انت عشان انا ايه انهض عليكي وكده. قلت لها لا انا لما اخبز انا هنهض عليكي، يعني منها هخبز ومنها هسحب لكي. قالت لا يا سور مع نفسك انت كده وانا على فكره السيد اخويا كان بيخبز معايا يا جماعه، بس هو ما ظهرش في الفيديو. بجد يعني هو ما ظهرش. هو اجى من الشغل، احنا كنا اصلا يعني ايه كان الوقت كده ضيق، وبعدين يعني يا دوبك اجى من الشغل بعد العصر وقعد معانا بقى. قلت يا سيد اقعد مع عمك واخبز معاها شويه وهي عليها تسحب. بسم الله ما شاء الله. وطبعا الرحاله مش انا ما بنشفوش يا جماعه، انا لازم يطلع بس ايه حاجات بسيطه كده فيها. يعني يعني بقلبه من هنا لهنا كده وبدوره، وبعدين ايه اطلعه. مش بطلعه يعني، لا لازم يتلدن كويس في الفرن. بسم الله ما شاء الله. شفتوا طري طري وطعمه جميل وطعمه تحفه وريحته جميله جدا. اللهم صل على حضره النبي. شفت عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. قلت له اقعد بقى يا سيد كده مع عمك اخبز وياها شويه. المهم هو بيخبز معاها وهي تسحب. هو مش منهض عليها، هي تخبز معاه شويه. هو في الحالتين هما الاتنين مع بعض يعني، وكانوا ايه مش منهضين. عامه هو الرحاله عامه بيطلع على طول، غير العيش الناشف اللي يا دوبك يجيب كده بسيط وبيطلع نقطه حمراء كده، نقطتين بالكتير. باخد لون بس لون احمر كده، وبعدين يطلع بقى على طول. مش بغيبه في الفرن عشان يبقى طري، انما لو نشفته بتهري. لا شفتوا عايز على طول سرعه، عايز على طول سرعه، وعايز على طول خبيز، بالذات الرحالي يا جماعه. انما العيش الناشف بغيب شويه، بغيب اللي هو بتلدن من هنا لهنا، ولازم يتلدن كويس ومش عارفه ايه. لا هو كده كويس. اللهم صل على حضرتك. شو عامل ازاي يا خراشي؟ كانت ريحته جميله جدا. السيد اخويا اول مره يحضرنا هو بيحضرنا على طول في الخبيز العيش الناشف ده، بس هو اول مره يحضرنا في العيش الرحالي. بيقول ايه دي صور؟ بسم الله ما شاء الله، انا اول مره اشوف الحاجه الجميله ديت. شفت بجيب ازاي وبيبقى حلو ازاي؟ قلت له طبعا يا سيد، ما هو مش كل حاجه زي بعضها. بسم الله ما شاء الله. اهو
ما خدش وقت، خلصنا على طول، واجت خدت حاجتها وتوكلت على الله. اللهم صل على حضرة النبي، يا رب يجعلها بالهنا والعافية لكل اللي ياكل منه. بسم الله ما شاء الله، شفت عامل ازاي؟ اللهم صل على حضرة النبي، جميل وتحفة وطعم. الريحة يا جماعة، اللهم صل على حضرة النبي، بسم الله ما شاء الله.